طبعا ببارك للفرقه كلها وببارك للجهاز الفني والاداره. كنا محضرين المباراه كويس جدا، ان الفرقه الشوط الاولاني لغايه ما جبنا جون في الدقيقه الاخيره في الشوط الاولاني. المباراه كانت صعبه الشوط الاولاني، الحمد لله الشوط الثاني كنا احسن، يعني طول المباراه احنا كنا كويسين، بس طول ما الجون جه في الاخر فتح المباراه، وطول ما احنا مركزين وروح واحده ان شاء الله نعدي. ان شاء الله عدينا النهارده ونعدي الفتره الجايه ان شاء الله، من اول بكره نركز في المباراه الجايه. مفيش مباراه سهله اكيد، انت زي ما حضرتك شفت الشوط الاولاني كان صعب جدا، الفرقه منظمه واقفه كويس جدا، مفيش اي مباراه صعبه، انت لو مركز واخد الامور بجديه هنعدي. الحمد لله عدينا النهارده، نفكر ان شاء الله من اول بكره المباراه القادمه ان شاء الله. بشكر الجمهور اللي جه النهارده، اللي حضر، اللي هو مساندنا النهارده من اول ما وصلنا للمغرب. بصراحه الاستقبال كان رائع، والجمهور كان النهارده مساندنا، انا بشكرهم اللي هم جم النهارده، وان شاء الله اللي يكون يجوا الماتشات الجايه ويشجعونا، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله الفتره الجايه. والتركيز كنا مركزين كما يلزم في المقابله، خلقنا عدد الفرص في الشوط الاول، لكن ما كانش التسجيل معنا، لكن في اخر الشوط الاول كنا سجلنا الهدف اللي يفتح اكثر المقابله، خلانا الشوط الثاني يكونوا اكثر فعالين على المرمى، وسجلنا هدفين اخرين وكنا اقرب باش نسجلوا اكثر من زوز اهداف، لكن الحمد لله المهم هو الانتصار والتاهل للدوري القادم. اكيد نشكرهم برشا على البادره الطيبه اللي قاموا بها اليوم، شفنا حضور جماهيري كبير ومسانده كبيره برشا من الجمهور المغربي، وهذا حاجه مش غريب عليهم. نشكرهم وان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في قادم المقابلات بنفس الاعداد ونفس الشغف اللي شفناه اليوم. احنا ناخذ المقابله بمقابله، المقابله الجاي مع الفريق الامريكي مش يكون مختلف على المقابله نتاع اليوم، لازم نحضروا المقابله نتاعنا كما يلزم، ناخذوا افكار ان شاء الله نهارين هذم على المنافس نتاعنا من الاطار الفني، وقدره ربي ان شاء الله من هنا لنهار المقابله نكونوا حاضرين وان شاء الله، ويكونوا جديين وننتصروا ونتاهلوا ان شاء الله.